مدينة القدس في العهد الإسلامي. من أول قاضي لمدينة القدس في العهد الإسلامي؟ الخيارات: أبو عبيدة بن الجراح، عبادة بن صامت، خالد بن الوليد. كل عام وانت بخير. انت بخير. احكي لي عن الهدف من إقامة أمسية نسائية ثقافية في منطقة حي البستان وبالأخص في خيمة الاعتصام. الإصرار في إنه إحنا باقيين على أرض بستان ومش راح نتخلى عنها ولا بأي مكان، وإحنا كمان بنعمل أشياء كثيرة ثقافية واجتماعية وكل شيء، وإنه إحنا بنعزز الثقافة بروح الأمهات المقدسيات وخاصة الثوري سلوان. طب بتلاقوا إقبال من العنصر النسائي لمثل هيك أمسيات؟ نعم شيء أكيد، خاصة يعني سلوان البستان، أهل البستان كثير يعني لا إقبال عليهم وأهل الثوري. شكرا. أهلا يا هلا. احكي لي حبيبي ايش اسمك؟ عماد. عماد شو؟ جواتي. عماد شويكي؟ حبيبي عمودي احكي لي ايش اليوم أكثر شيء عجبك بالأمسية؟ بأمسية الدبكة. ايش غير الدبكة شفت؟ المسرحية. قد ايه عمرك انت؟ 3 سنين؟ شكرا. عفوا. كل عام وانت بخير. وانت بخير وانتم ناعدين. حبيبتي احكي لي شو رايك بالامسيه اللي صارت اليوم؟ الأمسية اللي صارت اليوم كانت كتير حلوة وكتير فنية، إنها كانت فيها دبكات ومسرحيات، والمسرحيات كانوا كتير معبرة شو بصير بسلوان عندنا هون، فكتير كتير حلوة كانت. طب كيف شايفين احياء شهر رمضان المبارك في منطقه حي البستان؟ حلو بس مش زي قبل، لانه عشان صار في دور مهدوده، ما فيش عدد ناس كتير نحتفل فيه لهذا. قبل كان في كتير عدد ناس قدرنا نحتفل فيه لشهر رمضان. كل عام وانت بخير. شكرا لك. وانت بخير. عفوا. عارفين عن حالك؟ حنين أبو رميلة. حنين انت من هون من حي البستان؟ اه. طب احكي لي على الامسيه اللي حضرتيها اليوم، ايش اكثر شيء عجبك فيها؟ الدبكة والمسرحية. شكرا. عفوا. أعزائي المشاهدين لهون بتنتهي حلقتنا، بتمنى إنها تكون قد نالت إعجابكم. انتظرونا بحلقة جديدة وموضوع جديد على الشاشة الفلسطينية من برنامج نفحات مقدسية، وإلى اللقاء.